السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل معاكم صينية فراخ بالبصل، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة انا مقطعة هنا بصل جوانح اهو. هنزل طماطمايه، مكتريش قوي الطماطم يعني. وهنا في قرن فلفل اهو احمر انا مقطعاه كده بردك جوانح، وقرن فلفل سبايسي. ماشي. هنحط بقى على الخلطه الحلوه دي بقى ونتبل بيها الفراخ. اول حاجه هننزل بملح، شويه ملح كده حلوين. ماشي. بعد كده ننزل اهو كده كده اهو شويه فلفل اسود. فراخ بقى يعني نكتر الفلفل الفلفل الاسود. نحط كمان ورق لورا اهو حبهان. بس افتحي الحبهان، افتحيه عشان يدي طعم للفراخ اهي. افتحي كده، افتحي قلبه كده، افتحي قلبه كده اهو. وايه تاني؟ وننزل بمعلقه كاري. على فكره الكاري مع الفراخ بيبقى بصوا تحفه. معلقه كاري كده كلون يعني بيديها لون وطعم بردك حلو قوي. معلقه حلوه. ننزل كمان اللهم صل على سيدنا محمد بمعلقه سكر، بدل في طماطم مع على طول نحفظ بقى شويه سكر صغننين كده. وننزل بمعلقه صلصه. معلقه صلصه مش كتير يعني. ماشي. هنزل بقى بجوزة الطيب، حاجه بسيطه خالص يعني. انا بحبها يعني الصراحه، انا بحبها على الفراخ على اللحمه، لانها بتدي بتدي طعم حلو قوي. يعني احنا هنبشر حاجه بسيطه كده. ده اللي على اللحمه بقى تودي اللحمه في حته حته 900 مش حته ثانيه. ماشي خلاص كده. بصوا بقى صينيه الفراخ بالبصل ولا بيتحط لها اي نوع من الدهون ولا ميه، لان هي بتنزل كل حاجه فيها، تستوي منها فيها كده يعني. كده كويس كده. الفلفل الاحمر بيدي شكل جميل قوي الصراحه في اي خلطه، في اي اكل بيدي شكل حلو. تمام. هنجيب بقى الفرخه كده انا مقطعاها ومصفياها وغسلها طبعا. تغسلي الفراخ بليمون ودقيق وجنزبيل وملح. اوعي تحطي خل، الخل ده بيزفر الفراخ اي طيور. بصوا الحته دي كده تتبيله كده 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 جوه كده الفرخه من جوه كده، تشرب كل الخلطه الحلوه دي يعني بتاع ساعه كده وتدخليها الفرن من غير ولا ميه ولا اي حاجه، على الشبكه كده وهتبقى زي الفل. بس شايفين الصدر ده كده؟ حطي كده من جوه كده. تمام.
اهم حاجه كمان تصفي الطيور حلوه قوي، بس بعد ما تغسليها كويس طبعا تقومي تحطها في مصفى وتصفيها كويس قوي قوي قوي، سواء كنت هتعمليها صينيه سواء كنت هتعمليها مسلوقه كويس كده. بس الخلطه هناك اهي. انا بقى هحط حاجه كده هزود بيها بس الصينيه كغموس يعني، عشان بس ايه مش عامله يعني حاجه بصلصه جنب الاكل، هو بس شويه رز. فانا هحط حاجه دلوقتي كانت والدتي الله يرحمها بتعملها. بصوا بقى كانت بتعمل ايه كده كل الفراخ في التتبيله كانت بتعمل ايه، هقول لكم. شايفين بطاطسيه واحده اهي متقطعه مكعبات صغننه، تحطيها هنا كده بالخلطه دي كلها كده. نحط عليها بس ايه، نحط عليها شويه توم كده هي هتشرب من الخلطه دلوقتي. شويه توم مع شويه كاري، تاكلي وتشبعي والله العظيم من الصينيه دي. كده مع بعض كده تفرشيها تحت الصينيه. هي مش صينيه بطاطس، لا هي مش صينيه بطاطس بالفراخ، لا دي حاجه كده بس ايه تزود الصينيه يعني. كده تبلنا كل الفرخ تمام. ساعه كده بقى وندخلها الفرن. وهنا كده كان عدى ساعه وشويه كمان. كل ما تقعد كل ما تبقى ما تبقى احلى طبعا في التتبيله. جوز الطيب وبهارات الكاري، فراخ الكاري بجد. بصوا الحته تحفه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بص بقى احنا هنلفها كده. ده كان موجود عندي برمضان يعني. ساعة شويه في التسويه تمام. ندخلها بقى الفرن على الشبكه ماشي. على الفراخ ما تستوي في الفرن نعمل شويه رز بشعريه. الرز بشعريه اعمليه بشويه زيت ذره، يعني شويه زيت كده يكون نضاف. خلي عندي كده ازازه زيت نضيفه تاخديها مثلا في كيك، في شويه رز، نعمل شويه كيك. لما تحط الزيت الشعريه بتبقى مفلفله كده وبيبقى حلو يعني. معلقه السمنه بقى تحطيها امتى؟ معلقه السمنه البلدي اقول لك تحطيها بقى بعد الرز ما يتشرب وهو داخل على سوا كده، انزلي بمعلقه السمنه بلدي. الفراخ دلوقتي هطلعها واوريها لكم واقول لكم بقى تعملوا ايه عشان تخلوا الوش بقى محمر كده وجميل. طبعا احنا ما حطيناش اي ماده دهنيه، صح كده؟ الشعريه كده احمرت، هننزل بقى بالرز. انا بحب بس الرز الصراحه بالشوربه، بما ان ما عنديش شوربه فانا هحط قليل مرقه، مش كله يعني، هحط نص. شويه ملح، ظبطي بقى ملحك.
وانزلي بقى بالميه ايه تكون سخنه، ده بقى بيساعد على ايه، على ان الرز يستوي معاكي بسرعه. كده تمام اهو ما شاء الله. نغطي بقى واطلع لكم الفراخ تشوفوها. وهي دي اهو طلعتها. بصوا ما شاء الله الفويل ده اهو ايه سهل على التسويه. بصوا ما شاء الله دي احمرت من غير ما احط اي حاجه. بصوا بقى منزله سمنه قد ايه، احنا ما حطيناش اي ماده دهنيه. هتحطي بقى كده بالفرشه على وش الفرخه كده عشان ايه هي استوت كده خلاص. انا شفتها كده لقيتها استوت. على وش الفرخه من فوق كده وتولعي لها الشوايه 10 دقايق لما تحمر معاكي. ولا حطينا اي حاجه والبطاطس استوت الدنيا زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. احمر بقى هو الحل. حتى بصوا البطاطس مستويه وجميله اهي. دخلها تحت الشوايه وورقها. ودي خرجتها اهو من الفرن ما شاء الله اللهم بارك. ولا نقطه زيت ولا نقطه سمنه ولا نقطه ميه، هي منها فيها كده استوت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وبألف هنا وشفا. وادي الرز استوى ما شاء الله. وده كان غدانا النهارده. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.